3 أشياء في البيوت تسبب النحس وتحدث المشاكل وتعطل الرزق وتمنع البركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. رجاء من مشاهدينا الكرام دعم هذا الفيديو بالإعجاب مع ترك تعليق بالصلاة على حبيبنا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. طبعا من كثرة الأسئلة التي تورد إلينا وتأتي إلينا وجود مشاكل في المنزل، وتشعر بوجود معارك أو خناقات من لا شيء. خناقة الولد مع أخيه، خناقة الزوج مع زوجته، خناقة الأب مع ابنه، بسبب لا شيء. مفيش بركة في المنزل، مفيش رزق كثير، تعطيل في بعض الرزق، حدوث مشاكل مفاجئة، وجود نحس في المنزل. يرجع هذا الأمر إلى 3 أشياء. أول شيء عدم قراءة سورة البقرة. طبعا البقرة هي سنام القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا ولا يدخله الشيطان 3 أيام. لابد من قراءة سورة البقرة. واحد يقول: أنا بشغل سورة البقرة أو بشغل القرآن وبرضه ما فيش فايدة. لا، أنت اللي تقرأ، اجتهد أنت بنفسك، صاحب كلام الله، لأن القرآن نزل من أجل أن يتعبد بتلاوته، هو كلام الله سبحانه جل في علاه. الشاهد لابد من قراءة سورة البقرة. طب إيه المنافع اللي هترجع لي من سورة البقرة؟ هناك منافع كثيرة، لكن نذكر منها ما ذكره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: عليكم بقراءة سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطرة. لو حضرتك قرأت سورة البقرة في النهار، طب أنا ما عنديش إمكانية أن أقرأ سورة البقرة واحدة، هتاخد مني وقت كبير. ممكن تقسمها عليك أنت وأسرتك في مجلس واحد، يعني أنت تقرأ جزء وزوجاتك جزء وأحد أولادك جزء في وقت واحد، في مدة زمنية لا تقل عن نصف ساعة أو لا تزيد عن نصف ساعة، تكون قد قرأت سورة البقرة كاملة أنت وأسرتك. هذه الأولى. سورة البقرة تمنع دخول الشيطان في المنزل. سورة البقرة تجلب البركة. سورة البقرة تبطل السحر. سورة البقرة فيها كل شيء خير، تبعد عنك النحس في المنزل، تبعد المشاكل، تجعل المنزل فيه هالة روحانية، فيه عصمة، فيه تحصين رباني، لأن في سورة البقرة سيدة آي القرآن الكريم هي آية الكرسي، وكما قال العلماء فيها اسم الله الأعظم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو حضرتك داخل باب البيت سلم على نفسك، تقول: السلام علينا من الله سبحانه جل في علاه. الدليل على كده في القرآن قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. لو إنسان بيدخل البيت وما بيسلمش على نفسه، بيبقى عنده ممكن يكون شحنة سلبية تفرغ هذه الشحنة في المنزل، في نحس، في مشاكل، في عقد، عدم بركة، خناقات بتحصل بسبب وانا ما بدخلش البيت ما برميش السلام على نفسي ولا اهل البيت، اقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام على من في المنزل ورحمة الله وبركاته، السلام علينا من الله سبحانه ورحمة الله تعالى وبركاته. الدليل قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الأمر الثالث وهو الأهم والمهم، لو حد دخل عندك البيت
وشاف المقتنيات الخاصة بحضرتك وشاف الأساس بتاع البيت، وللأسف نظر إلى هذه المقتنيات نظرة تعجب، فيكون الحسد في هذه النظرة أو العين في هذه النظرة. إن لم يقل تبارك الله يصاب أهل المنزل بالطاقات السلبية بسبب هذه النظرة. طب أعمل إيه؟ ما بتجيني ضيوف كتيرة، لازم تنبه، ولازم ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا، وهي سنة مهجورة. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليقل تبارك الله فإن العين حق. الحديث ثاني: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليقل تبارك الله فإن العين حق. طب لو حد دخل وما قالش الكلام ده أعمل إيه؟ قل أنت تبارك الله بحاجتي من نظرة هذا الرجل، تبارك الله في حاجتي من نظرة هذا الرجل في نفسك 3 مرات وستمنع هذه النظرة. هذا والله أعلى وأعلم. إن أعجبك الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الإشعار، عمل إعجاب لهذا المحتوى، ترك تعليق بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.